من جديد. أحيا الفنان حاتم العراقي حفلا جماهيريا كبيرا على مدرجات المسرح الجنوبي بجرش، واعتبر الفنان حاتم العراقي مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي أحيا فيه الحفل الأربعاء الماضي من أعرق المهرجانات العربية والعالمية، لما له من سمعة ومكانة بين المثقفين والفنانين كافة. وقال العراقي خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء الماضي في فندق ريجنسي بعمان وبحضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين العراقيين والعرب ووسائل الإعلام الأخرى: إنه شرف لي أن أغني في هذا المهرجان الذي مر عليه نخبة كبيرة من المطربين العرب وحققوا شهرتهم من خلاله، وأنا مستعد مع فرقتي التي ترافقني بالمهرجان لأن الجمهور يستحق هذه الاستعدادات. وعن سؤال له عن علاقته بكاظم الساهر، قال: الساهر ركيزة كبيرة للأغنية العراقية، وقدم الأغنية العراقية والعربية الراقية. وفي حديث خاص لعدسة أخبار الفن تحدث العراقي قائلا: أهلا أستاذ حسين. أنا أحب هذا المهرجان إن اللي يقدمون لنا الدعوة. كاظم الساهر ركيزة كبيرة للأغنية العراقية بما قدمه من أغاني رائعة وأغاني وقصائد جميلة. كاظم الساهر قدم الأغنية الراقية، قدم الأغنية اللي وصلت للناس بشكل صحيح، اللي وصلت للناس بسرعة. فمن خلال الأغاني القصائد طبعا غنى كاظم الساهر أغاني كثير عراقية شعبية، غنى كثير مواويل. وكاظم الساهر احنا نعتبره يعني قدوة كل فنان عراقي. احنا مخلين كاظم الساهر مثل شمعة انه يعني تنير قلوبنا. فاحنا شجعنا بالاغنية العراقية. هو هذا احنا من ولدنا لقينا هذا الشجن بالاغنية العراقية، من ناظم الغزالي الى داخل حسن الى قحطان العطار الى حسين نعمة الى سعدون جابر. لقينا هاي الناس الاعمدة الركائز الكبيرة، لقيناهم يغنون الأغنية العراقية بشكل صحيحة، لقيناهم يغنون الموالد بشكل صحيح. فالحمد لله احنا دائما راح نمشي يعني مع مسيرة الناس اللي يقدموا الأغنية العراقية بشكل صحيح إن شاء الله.